السلام عليكم، شكرا أعزائي المتابعين. شلون الصحة؟ أهلا وسهلا بكم قناة جوان الشطارة. رجعنا اليوم فيديو جديد، موضوعنا عن النكاف. لا تنسون الدعاء لإخواننا إن شاء الله تنتهي الحروب، الله يشافي كل مريض، الله يقضي حاجة كل محتاج، اللهم أمن كل خائف، اللهم آمين. موضوعنا اليوم عن النكاف. احنا هسه موجود عندنا بالعراق، معروف بعد باقي الدول العربية. مرض النكاف هو التهاب فيروسي يصير بالغدة النكافية، اللي تصير هي هخليكم الصورة. تصير أسفل الفك، تمام، على الجانبين من الرقبة. طبعا هو التهاب قلنا فيروسي، ينتقل عن طريق الرذاذ من شخص إلى آخر. هو أكثر شي بين الأطفال، ينتقل بالمدارس وبالروضات. أعراض مالته ارتفاع بدرجة الحرارة وصداع، ويصير عندنا ألم بالإذن وألم بالمكان وانتفاخ، يصير تورم بالغدة النكافية، ويصير ألم إذا الطفل مثلا أكل شغلات الخال الحمضيات، راح يصير عندنا ألم. لذلك ننصحهم بفترة المرض يبتعدون عن الشغلات الحمضية. خلال أول 3 أيام يبدي الورم يكبر، وراها خلال أسبوع إن شاء الله تدريجيا راح يصغر، تمام. مرات يصير عندنا جهة واحدة ومرات لا، 2 يصيرن. حتى لو الإنسان ملقح ممكن تصير عنده، بس الأعراض أقل إن شاء الله. العلاج مالته وما إلى أي علاج مضاد فيروسات لحد الآن ما مكتشفين له، فقط معالجة الأعراض اللي يسويها الألم، الطي للحرارة، خافضات حرارة، مضادات ألم، ونراقب ممكن المضاعفات إذا لا سمح الله صارت. صحنا المضاعفات اللي تصير، أول شغلة وأخطر شغلة هي التهاب السحايا والدمار لا سمح الله. بعد عندنا أولاد بفترة المراهقة، نخاف لا يصير عندهم التهاب بالخصيتين، جهة أو جهتين، ولو هو شافوا حتى لو يصير بيهن 2 العقم يصير نادر لكن يسبب عقم. بعد عندنا البنات ممكن التهاب بالقنوات والمبايض، قنوات المبايض والمبايض، ممكن يسبب التهاب مفاصل، التهاب القلب، تمام. ممكن حتى التهاب البنكرياس قد يؤدي إلى لا سمح الله السكر. يعني شغلات جدا نادرة هاي، بس احنا نخليها ببالنا. فشو يقولون؟ الوقاية خير من العلاج، درهم وقاية خير من قنطار علاج. من واحد عندنا صار عنده نكاف نعزله عن اخوانه قدر الامكان، وحتى من الدوام ما يداوم 5 أيام هي المفروض. واللي ما ملقح المفروض يلقح إنه جرعتين. احنا راح نعطيه الجرعة يعني بال14 إلى 18 شهر، ونوب تنعاد 4 إلى 5 سنوات، هذا الطبيعي. لكن إذا واحد ما ملقح أبد، لا، راح يعطونا جرعتين بيناتهم 28 يوم حتى يكتسب إن شاء الله المناعة. العلاج قلنا هي الشغلات يعني الأعراض اللي تصير، خافضات الحرارة، مسكنات الألم، وبنفس الوقت قلنا نبتعد عن المأكولات الحمضية تحتوي على الخال والطرشي وغيرها. إن شاء الله صحة عافية وسلامة للجميع. طبعا بالنسبة لشغلة اللقاح، الكل يلقح عدا الحامل، نسيت أذكر هاي الشغلة، لأن هو الفيروس حي باللقاح، واللي عندهم نقص مناعة شديد جدا. بعد عندنا اللي عندهم حساسية جدا عالية من البياض كذلك ما يلقحون. أما البقية إن شاء الله يلقحون، واللقاح فعال. إن شاء الله صحة عافية سلامة للجميع. باي باي، الله وياكم.